غدا اقتصادي، مكونات سهلة جدا وموجودة في كل بيت واحنا كلنا متربيين عليه، فيه كل العناصر الغذائية. هعمل الكشري الاسكندراني او الكشري الاصفر. بجيب معلقة توم واحطها في زيت، اول ما يبقى لونها دهبي كده بروح حاطه عليها شوية عدس بسرعة او شوية رز بسرعة علشان ما يتحرقوش، واقلب اقلب وانزل ببقية الكمية عليهم. قولي بقى انتوا بتعملوا العدس عندكم ببصل ولا بتوم ولا بتعملوا من غير الاتنين؟ خطوة أساسية في إن انت تعملي الكشري بتاعك ويطلع مفرفر، إن انت تقلبيه شوية في الزيت قبل ما تحطي عليه المية، زي ما انتوا شايفين كده بشوح فيه لحد ما تسمعوا صوت كده، واحط شوية كمون صغيرين واحط الملح بتاعي المظبوط. عاوزة اقول لكم عيار المية بتاعت الكشري بيقل سنة عن العيار العادي علشان ما يعجنش منك، شايفين بالعيار ده كده. وهغطي عليه، اول ما يغلي اروح يتشرب ميته كده اروح مقلباه واحطها على نار هاديه شويه صغيرين ويتلدن واروح قافله عليه. بس كده، اسهل وجبه ممكن تعمليها واقتصاديه جدا. عاوزه اقولك بقى ان العدس نفسه في منه انواع، في منه عدس اللي هو تركي بيبقى لونه احمر شويه، وعدس اللي هو العادي بيبقى فاتح سنه. فانا عملت بقى بالمتوفر عندي، بنعمل جنبه بطاطس وبيض وطبق سلطه، وكان الله بالسر عليم. غدا اقتصادي 100%، والصراحه طعمه رهيب. لايك للفيديو بقى.